حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا لان انا هعرض لك بداخل الحلقة يعني مقطع فيديو لمدرس مصري وهو طالع بيهاجم الدولة السعودية وبيطالع كمان بيهاجم تركي آل الشيخ بشكل شخصي. هنشوف الفيديو ده مع بعض وكمان هنشوف رد تركي آل الشيخ عليه عبر بوست على الفيسبوك وكمان عبر فيديو كان نشره تركي آل الشيخ وهو بيتكلم عن التعليم وعن مصر بشكل عام. هنشوف الفيديوهين دول مع بعض وكمان هنفهم تفاصيلهم. الفيديوهين انا هعرضهم لحضراتكم بداخل الحلقة، وحضراتكم طبعا ليكم الحق ان انتوا تردوا على اي حد من الشخصين دول سواء المدرس المصري او تركي آل الشيخ. عشان كده كملوا معانا الحلقة للنهاية وياريت لو تحطوا لايك للفيديو. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الاول رد المدرس المصري اللي كان بيهاجم فيه تركي آل الشيخ والدولة السعودية. اما السعودية دي مش عارف سنة 1900 حاجة و30، يعني انا جدي اكبر من السعودية. العرب يا جماعة كانوا عايشين في الجزيرة العربية. بص، ما كانش في حاجة زمان اسمها السعودية والكويت والامارات، ما كانش في الكلام ده، بس كان في مصر بفضل الله، لان مصر 7000 سنة. اما السعودية دي مش عارف سنة 1900 حاجة و30، يعني انا جدي اكبر من السعودية. والله جدي اكبر من السعودية. انا ابويا مواليد 54 واصغر واحد. جدي مش عارف سنة 1800 وكام. لما انا جدي اكبر من السعودية يجي تركي الشيخ يقول لك المصريين مصريين ايه؟ يالا هي السعودية دي كلها على بعض كده ما كملتش 100 سنة. اما مصر كام سنة يا شباب؟ 7. انت كبير جدا وعظيم. خلي بالك المصري ده جامد جدا والله، بس هو للاسف مش فاضي يكتشف نفسه الايام دي. ده الفيديو بتاع المدرس المصري زي ما حضراتكم شفتوا كده التصريحات اللي هو يقولها. طبعا انا هوري برضو حضراتكم رد تركي آل الشيخ عليه، ولكن الاول احنا عندنا بس كلمتين صغيرين اتمنى ان حضراتكم تسمعوهم في الاول. مبدئيا كده ده المدرس المصري زي ما واضح كده ان هو في حصة تاريخ او هو مدرس بتاع تاريخ. دلوقتي انت جامع الطلاب عندك في الفصل، علشان بس يعني انا عارف ان النقطة دي في ناس كتير هتختلف معايا فيها. انت جامع الطلاب عندك وبالفعل بتدرس لهم التاريخ، ولكن دلوقتي انت في حصة التاريخ بتاعتك ايه اللي دخل السعودية وايه اللي دخل تركي آل الشيخ في الموضوع في الحصة بتاعتك؟ انت بتدرس تاريخ ايا كانت حتى الكلام اللي انت قلته، حتى لو منطقيا صح ان السعودية متأسسة سنة 1932، يعني دي حتى حقيقة محدش يقدر ينكرها. مثلا ما تطلعش في حصة التاريخ بتاعتك، لان في فيديو زي كده لما يتنشر على السوشيال ميديا طبيعي هيجيب مشاهدات كتير جدا، وبالاخص كمان هيعمل فتنة ما بين اخواتنا المصريين واخواتنا السعوديين. هيحصل فتنة ما بينهم، هتلاقي بعض التعليقات داخل ده بيسخر من الدولة المصرية وده داخل بيسخر من الدولة السعودية. واحد مصري يرد على السعودي يقول له انا كنت بجيب التكية عندكم في السعودية، ويروح السعودي ردد عليه يقول له لا ده انا خيري على بلدك. يروح المصري ردد عليه يقول له ده اول عربية جات السعودية من خلال الملك فاروق ان هي وصلت السعودية. وهتلاقي بقى تصريحات متناقضة بالشكل ده وبتخلق جو من الفتنة. فده علشان نكون واضحين مع بعض ما كانش ينفع اصلا من الاساس انه يحصل من المدرس المصري ان هو يطلع يسخر من الدولة السعودية. علشان نكون متفقين مع بعض يعني ده برضو غلط. انت عاوز تنتقد تركي آل الشيخ المفروض ان انت تنتقده لشخصه، رغم ان انا في الاول وفي الاخر ما ينفعش ان حد ينتقد حد في الاساس لان ده تصرف مش صح. ولكن انت عاوز انتقده هو لشخصه، ويا ريت ما يكونش في حدود العمل بتاعتك. ده في النقطة الاولانية. طبعا تركي آل الشيخ بعد ما شاف الفيديو ده راح تركي آل الشيخ نشر البوست اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي على الشاشة: التدريس أمانة وبالتأكيد أنت بعيد كل البعد عن هذه الأمانة، لا تعليق. ده كان أول تصريح من تركي آل الشيخ. طبعا أنا هوري حضراتكم دلوقتي فيديو برضو لتركي آل الشيخ وهو برضو بيرد على المدرس المصري. تعالوا بقى نشوف فيديو تركي آل الشيخ وكمان نعلق على بعض التفاصيل اللي هو قالها. يقولون درسناكم، ودائما يقول لك المثل من طق الباب لقى ايش؟ سمع الجواب. سمع الجواب.
يلي درستنا نسبة الأمية في بلدي كان نسبة الأمية 3%. كم نسبة الأمية في بلدك؟ تلقاها 4 5 6 أدبال. النسبة مو بالعدد، النسبة. بكلمك افريج. كان علمت بلدك، علمته ببلدك، يعني أنت زادت عندك الأمية واللي علمتهم نقص عندهم الأمية. يقول درسناكم. طيب أعتقد أنه هذا الخطاب نتيجة صدمة من التقدم الكبير اللي يشعر فيه الناقص اللي يقول هالكلام، من التقدم الكبير اللي حصل في دول مجاورة له، وهو ما ثبت حتى في مكانه، راح المكان أسوأ. بتقول لي تاريخ، والله التاريخ يقاس بإيش؟ بالبنى، صح؟ أنت منطقك أنك تقول لي أنا عندي تاريخ مقاس بالبنى، صح؟ أول بيت وضع للناس الذي ببك آدم. نزل تكلمني في بلدي. الحين اكتشفنا عندنا آثار وأشياء، الاكتشافات الأثرية 10,000 سنة 8,000 سنة، ونقوش وأشياء، ولا صدقين أحد. ده كان الخطاب بتاع تركي آل الشيخ باتجاه الدولة المصرية. طبعا هو ما ذكرش مصر بشكل عام، ولكن تصريحاته بتقول كده ان هو اتجاه الدولة المصرية. مبدئيا هو ذكر برضو بعض النقط انا حابب برضو ان انا اوضحها يعني لحضراتكم. بيقول نتيجة صدمة، وان التقدم اللي هم فيه ومش عارف. يعني دلوقتي انا عاوز اسأل سؤال، هو معنى التقدم ايه؟ التقدم يا جدعان عبارة عن كذا حاجة، منها ان الدولة بتصنع سلاحها، بتصنع دوائها، بتصنع غذائها. الدولة هي دي التقدم، اقتصادها عالي. النقط دي، هل السعودية يعني بتصنع الغذاء بتاعها والسلاح بتاعها والدواء بتاعها؟ للأسف احنا لو هنيجي للتقدم، والله ما في أي دولة عربية متقدمة. لو هتتكلموا على التقدم بيتقاس بالطريقة دي. بتتقدم، التقدم يعني دولة عندها جيش، يعني بتحمي أرضها بنفسها، يعني تكنولوجيا، يعني زي ما ذكرت لحضراتكم من شوية دلوقتي، يعني عندها غذاء ودواء وسلاح، مش محتاجة لحد. هو ده التقدم. نيجي هنا بتبقى فتن، ان فيديو زي كده ينتشر بيصنع فتنة ما بين الشعبين وبعضهم، رغم ان الشعبين المفروض ان هم يحبوا بعضهم. وبلاش للفتن، ولا نسمع لتركي آل الشيخ ولا نسمع للمدرس مصري زي كده ان هم يعملوا فتنة. المفروض ان احنا نكون شعبين تابعين لبعضنا، بنحب بعضنا. بلاش الفتن، بلاش حد يدخل ما بيننا. التقدم يعني موسم الرياض والرقص والحاجات ده كله، لا ده كله مش تقدم يا جدعان. تقدم زي ما قلنا لحضراتكم من شوية. بشكركم جدا، السلام عليكم.